هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم مستمعي ومستمعات صوت المنتدى الأكارم. هذا صلاح محمد زين يحييكم ويصحبكم في ساعة اليوم الأربعاء 15 من يوليو 28 من شهر رمضان المبارك. نستهل الساعة كالمعتاد بنشرة للأخبار، ثم نذيع عليكم الحلقات الثلاث على التوالي عن ما يمارس في إريتريا باسم الخدمة الوطنية، وهي تحت عنوان خدمة وطنية أم عبودية. وقتا طيبا ومتابعة مفيدة. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا للقيد أن ينكسر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. فويل لمن لم تشقه الحياة من صفعة العدم المنتصر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. ذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للحي أن ينكسر. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر
بين الحفر. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار وفي مقدمتها أبرز العناوين: صدور أمر بوقف توزيع الوقود للمواطنين، سلطات الاستبداد تسوق العاملين في قطاع التعليم إلى معسكرات التدريب، وفيلبوس لا يستبعد اندلاع حرب بين إريتريا ودول الجوار. إلى تفاصيل النشرة. أمرت وزارة الطاقة جميع أصحاب محطات الخدمة بوقف توزيع الوقود للمواطنين اعتبارا من يوم الاثنين 13 من يوليو الجاري، وذلك في خطوة إجرائية متكررة دون إبداء أسباب ودوافع القرار الذي فاقم من معاناة المواطنين في ظل قطوعات الكهرباء التي شارفت على الشهر الثاني منذ بدء حالة الإظلام التي عمت معظم أنحاء البلاد. ينتاب الآباء والأهالي القلق على مصير أبنائهم الطلاب بعد إعلان إدارة ثانوية ساوة في حفل تخرج الدفعة 28 الذي جرى صباح السبت 11 من يوليو عن أن عدد المتخرجين بلغ 11,000 طالب وطالبة، بينما سبق أن أعلنت ذات الإدارة العسكرية لمدرسة ساوة أن عدد الطلاب في المعسكر وصل إلى 11,900 طالب وطالبة، وكان ذلك بعد عزوف أولياء أمور الطلاب من إرسال أبنائهم وبناتهم إلى ساوة، مما حدا بالسلطات في ذلك الوقت إلى إجبار الطلاب على تنفيذ قرار الذهاب إلى ساوة، وهددت بإنزال عقوبات على الآباء المتسترين على أبنائهم المتخلفين عن الدفعة. هذا ويشير ناشطون في رصد جرائم النظام من الداخل بأنه إذا اعتمد العدد الذي أعلن عن تخرجه فهذا يعني أن هنالك ما يربو على 900 طالب وطالبة في عداد المفقودين، بناء على حوادث سبق رصدها في الدورات السابقة. وسيظل قلق ذوي الطلاب مستمرا إلى حين عودتهم بسلام. ساقت سلطات الاستبداد يوم أمس الثلاثاء 14 من يوليو تشكيلات قطاع المعلمين إلى معسكر قرقرة الواقع على طريق ترى إمني دقم حري، وذلك تنفيذا للقرار الملزم ونزولا للإقرارات التي أجبر العاملين في قطاع التعليم على توقيعها، والتي تقضي بأنهم سينتظمون في برنامج التدريب التنشيطي لما يعرف بالجيش الشعبي بمحض إرادتهم وكامل رغبتهم. وأفادت الأنباء الواردة من هناك أن إدارة المعسكر استقبلت الوافدين الجدد بخطاب متعال ركز على أن الهدف الأساسي من برنامج التدريب التنشيطي ليس فقط تأكيد الجاهزية كما ظل يردد من قبل رموز الهدف، بل تأكيدا للانضباط والانصياع للأوامر وتكريس الهيمنة. يذكر أنه على صلة بذلك وفي برنامج تخرج الدفعة الرابعة من برنامج تدريب التنشيطي للجيش الشعبي الإقليم الأوسط يوم الثلاثاء 7 من يوليو الجاري في معسكر قرقرة نفسه، تحدث الفريق فيلبوس ولد يوهنس قائد هيئة الأركان العسكرية مؤكدا مواصلتهم لبرنامج الجيش الشعبي وتنفيذ كل أنشطته التدريبية وكل المهام المتعلقة بتأمين المرافق والأحياء والقرى، ولن يستثنى أي شخص بما في ذلك النساء القادرات على حمل السلاح على حد قولي، مضيفا أن الجيش الشعبي سيقوم أيضا بكل المهام القتالية من أجل الحفاظ على سيادة الأراضي الإريترية في وجه أي خطر محتمل. وقال إن إريتريا مستهدفة من بعض دول الجوار والعالم الخارجي، ولن يستبعد وقوع اشتباكات قريبا. نهاية النشر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر، فويل لمن لم تشقه الحياة من صفعة العدم المنتصر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. ذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن
إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للخير أن ينكسر. وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. لا يماشي الزمان الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. هنا صوت المنتدى. خدمة وطنية أم عبودية؟ الحلقة الأولى. النشاط الشبابي المناهض لممارسة السخرة والاستعباد للشباب الإريتري تحت مسمى الخدمة الوطنية وجد قبولا واسعا من المهتمين بالمسائل الحقوقية عموما والناشطين في الحراك الشبابي المقاوم للنظام المستبد في أسمر، وذلك لسبب أن الخدمة الإلزامية في إريتريا حملت العديد من أوجه الانتهاك لحقوق الإنسان وخلفت آثارا مدمرة على الشباب متعددة الأوجه والمسارات. تمثلت هذه التأثيرات في تغيرات في سلوك الشباب ونظرتهم للحياة وإحساسهم بعدم جدواها، وتدني الاهتمام بالتحصيل الأكاديمي وانهيار القيم المجتمعية وإنهاك للقدرات المالية والمعنوية للأسر، ومن ثم الإقدام على مخاطر كثيرة سنأتي لتفصيلها تباعا. مثل بلدان كثيرة حددت إريتريا في مرسومها الخاص بالخدمة الإلزامية فترة الخدمة ب18 شهرا شاملة مدة التدريب، لكن قد يستغرب المستمع حين يعرف أن بعض منتسبي الخدمة الإلزامية في إريتريا قد شارف أو تجاوز السنة 18 وهو لم يزل يؤدي في واجبات لا يمكن أن تعتبر خدمة للوطن بأي مقياس منطقي. فقد تحول الشباب في الخدمة الوطنية لحرس خاص لجنرالات النظام، وخدم منزليين لعقدائه ومزارعين بالمجان ورعاة لماشية الحاشية
وعمال في أحواض الملح وفي محاجر الرخام وفي مناجم الذهب وفي حراسة ممتلكات القادة الآخذة في التنامي، ويكابدون واقع المهانة. أليست هذه عبودية؟ بالرغم من أن الهجدف قد رفع شعار توريث الشباب كامل الإرث النضالي الوطني، لكن الواقع أنه أورثهم المرارات والحسرة والحيرة، وتباعدت المسافة بينهم وبين من يدعون أنهم حملوا إرث ثوري ونضالي راقي. ففي الممارسة العملية كان هنالك تمييز واضح بين المقاتلين وشباب الخدمة، حتى في أبسط الحقوق المتمثلة في الزي العسكري. فبينما ينام المقاتلون في أسرة وحقائب نوم، كان شباب الخدمة يلتحفون السماء ويتوسدون بقايا الكرتون أو الأرض الحافية. لم يستطع الكبار أن يكونوا نموذجا يحتذى به للشباب، ولم تحمل كلمة وارساي وتعني الوريث أي معنى سوى التحقير والتذكير بأنهم لم يقدموا للوطن أي جميل، بل عليهم أن يقوموا بخدمة قادتهم أبطال التحرير، خدمة بلا مقابل ولفترة غير محدودة ودون إجازة أو فترة راحة، ومع كثير من القسوة في حالة التقصير. فابتدعوا سجون تفننوا في هندستها التعذيبية، وابتكروا وسائل متطرفة تجافي الفلسفة الإصلاحية في العقاب. أليست هذه عبودية؟ تدعي طغمة الهجدف أنها صاحبة مشروع نهضوي وتنويري يستند على أداء مدروس وترقية للتعليم، لكن الشاهد أنها تعتمد مناهج عقيمة وتدير العملية التعليمية بكوادر غير مؤهلة، بعد أن شملت حملات التجنيد الإجباري الكوادر الشبابية في كل القطاعات. وجاءت إعادة التوزيع عشوائية ولا تتناسب مع المقدرات، وتفاقمت المحسوبية وتجارة التعيين في المدن لأبناء القادة والأغنياء. انهارت الخدمة المدنية وشلت مرافق الدولة، وبينها المدارس والجامعة الوحيدة التي فككت لكليات ومعاهد لنقص الكادر التدريسي ولعدم توظيف الإمكانات المالية وتوجيه الأولويات للشراء وتكديس الأسلحة ولضرب الحركة الطلابية التي أصبح لها رأي واضح في سياسات النظام. بناء على كل ذلك تدهور المستوى الأكاديمي للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وأصبح البعض منهم يتعمد السقوط في الامتحانات ليبقى أكبر فترة ممكنة بعيدا عن طائلة الاستدعاء للخدمة الإلزامية، وبعضهم فضل ترك مقاعد الدراسة والاختباء في منزله. وابتدعت الحكومة معالجات عجيبة، فقررت أن تكون ثانوية ساوة مركزا لدراسة السنة النهائية والتدريب العسكري في نفس الوقت، وقررت إجبار الراسبين على الانخراط في الجيش، وهذه معضلة أخرى لأن عدد الجالسين لامتحانات الشهادة الثانوية يفوق الفرص المتاحة في المعاهد والكليات العليا بأضعاف. ففي عام 2013 جلس للامتحان حوالي 18,000 طالب، نجح منهم 3,000 ممتحن فقط، بينهم الكثيرين من أبناء المسؤولين، لأن وزارة التعليم رفعت نسبة النجاح لأقصى حد ممكن ليتم تمرير العدد المطلوب في مؤسسات التعليم العالي. إذن معظم الطلاب كانوا ناجحين فعلا وراسبين حسب رغبة الحكومة، وهو تلاعب بالنتائج الحقيقية وأذى لمشاعر الصغار وإجهاد لأحلامهم وتحديد جائر لمصائرهم. أليست هذه عبودية؟ أليس هذا استعباد؟ أليست كل هذه أسباب تدفع لمغادرة الوطن بشتى الوسائل؟ أليس من حق الأسر أن تبحث عن مستقبل أفضل لأبنائها؟ أليس من حق الأجيال أن تختار المجالات التي تريد أن تسهم عبرها في البناء الوطني؟ أليس من حق الوطن أن يتم له إعداد جيل مؤهل لاستلام الراية في كل المجالات ومختلف التخصصات؟ كلها أسئلة الإجابة عليها واحدة: نعم، يستحق الوطن أن تعد له أجيال المستقبل، وتستحق الأجيال أن تهيأ لريادة المستقبل. بهذه الأمثلة وبما سنقدمه في الحلقات القادمة من تفاصيل نستطيع أن نقول أن ما يرتكب من جريمة في حق الوطن باسم الخدمة الوطنية ليس فعلا وطنيا، بل جريمة تخريبية متعمدة استهدفت الوطن في أهم شرائحه الاجتماعية التي ينبني عليها نصف الحاضر وكل المستقبل.
لذا كان النداء: فلنوقف الجرائم ضد الشباب، فلتتوقف عمليات السخرة والاستعباد باسم الخدمة الوطنية.
صوت المنتدى. خدمة وطنية أم عبودية؟ الحلقة الثانية. في الحلقة الماضية وصلنا إلى أن ما يسمى ببرنامج الخدمة الوطنية في إريتريا يحمل أوجها متعددة من التجني وانتهاك حقوق الإنسان، شملت الحرمان من الحق في الحركة والتعليم والتقدير الأكاديمي المستحق، وفشل قادة الهكدف في تقديم نموذج جيد للشباب، بل أقدموا على ارتكاب جريمة ضد الوطن والوطنية. لذا كانت دعوات الشباب لمقاومة المخططات التخريبية المتعمدة والاسترقاق المغلف بما يسمى زورا بالخدمة الوطنية. في الدقائق التالية سنواصل استعراض أوجه أخرى من ملامح الجريمة. لأسباب لا يوجد لها تفسير غير النزعة المتسلطة والركون للاستحواذ، لم تنشأ في إريتريا كلية حربية تدرس العلوم العسكرية وتستوعب الشباب الراغبين في الانخراط في السلك العسكري وتعتمد المعايير المعمول بها عالميا. في إريتريا لا يعمل بنظام الترقي والتدرج في السلم العسكري، إذن ليس أمام الشباب سوى أن يعملوا كمنتسبين للخدمة الإلزامية وكأفراد في أدنى مستويات التراتب العسكري، ويظلوا في مواقعهم البائسة تلك لسنوات طويلة دون النظر لمؤهلاتهم الأكاديمية أو كفاءاتهم العملية. يجبرون على العمل في مختلف التخصصات بلا رواتب أو بمخصصات ضئيلة في بعض الحالات. أليست هذه عبودية؟ الأمر المرير والمؤسف حقا هو اعتقاد النظام أن هؤلاء الشباب جزءا من ممتلكاته وله حق التصرف فيهم كما يشاء، إن كان بتشغيلهم في الشركات الأجنبية العاملة في مجالات التعدين داخل إريتريا أو بإرسالهم للخارج بشكل جماعي للعمل ليجمع النظام أموالا طائلة بعرقهم وجهدهم ويعطيهم منها الفتات، كما حدث عندما أرسلت السلطة الحاكمة في إريتريا المئات من شباب الخدمة الوطنية للعمل في دولة قطر في مختلف المهن الخدمية. إذن الأمر قد تجاوز تشغيل الشباب سخرة في داخل الوطن إلى إرسالهم لدول أخرى يعملون فيها وفق شروط استخدام مجحفة بعد احتجاز وثائقهم الثبوتية وجوازات سفرهم لإجبارهم على العمل بأي شكل كان. أليست هذه عبودية في ثوب جديد؟ الواقع المعيشي في إريتريا مترد إلى حد بعيد، والسواد الأعظم من السكان يعيشون تحت خط الفقر حسب المعايير الأممية المحددة لوصف الفقر، فمتوسط دخل الفرد $7 شهريا وفق السعر الفعلي للدولار. ومعلوم للجميع أن السلطات الإريترية حددت سعرا لصرف الدولار يمكنها من أن تسطو على 3/4 السعر الحقيقي. وبين كل ذلك تأتي الخدمة الإجبارية لتحمل المواطنين أعباء أخرى، فالشباب الذين يفترض أن يساهموا في سد الالتزامات المالية للأسر أصبحوا بسبب الخدمة الإلزامية الغاشمة عبئا جديدا على كاهل أسرهم. منهم يأخذون معاشهم وملبسهم، وبعضهم فشل في الإنفاق على أسرته، وفي حالات كثيرة انتهى الأمر بالطلاق. هذا الواقع المرير دفع جزءا من الشباب إلى طرق غير مستحبة لكسب الأموال، وهي أيضا نوع من أنواع العبودية حينما تستقل الحوجة أو توظف توظيفا مهينا. اجتماعيا كانت نتائج الخدمة الإجبارية فادحة وفاضحة، أنتجت تفككا أسريا ظاهرا وركونا إلى الحلول الفردية، وزادت وطأة الفقر حدة، واستبيحت حرمات كانت مصانة ومستورة. ففي مسارح الخدمة التي يفترض أنها وطنية تعرضن الفتيات الصغار لاغتصاب واستغلال جنسي،
وأصبحن جواري ينفذن رغبات المسؤولين وانحرافاتهم دون أن تتاح لهن حرية الاختيار أو الرفض. وحمل عدد منهن سفاحا أجنة مجهولة الآباء والنسب، ورجعن إلى بيوتهن وهن يحملن وصمة ستظل مردودها ملازمة لهن مدى الحياة. فبعض الفتيات سلكن دروب الحرية الزائفة وتحولن إلى نماذج للانحلال. خوفا من ذلك سعت بعض الأسر لتجنيب بناتها تلك المآسي، فقامت بتزويجهن زيجات اضطرارية أو غامرت بتهريبهن عبر الحدود. لكن تظل النتائج الكارثية تطارد البعض، إذ كانت نسبة نجاح الزيجات الاضطرارية قليلة جدا، وترتب عليها الكثير من المشكلات الاجتماعية، وأتت بعض نتائج محاولات الهروب أيضا تحمل نهايات مأساوية، فمنهم من ابتلعه البحر ومنهم من طمرته رمال الصحراء. أما الأسوأ منهم حظا فقد وقع في أيدي عصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية، وتحول إلى قطع غيار تباع في الأسواق بعد تعرضه لصنوف من الأفعال الدنيئة والفاحشة، وهذا أيضا من أبشع أنواع استغلال البشر وأكثرها حقارة. في ظل الوطأة المعيشية والأزمة الاقتصادية وقهر الحاجة والانهيار الأخلاقي، لم تعد الممارسات المنفلتة للأفراد أو المجموعات مثارا لرفض المجتمع. إذن أنتجت الخدمة الإلزامية تفكيكا للترابط الاجتماعي، وتبديدا للموروث القيمي، وإرساء لثقافة الانحطاط. فعليه يكون النشاط الشبابي الإريتري المناهض للمشروع التخريبي لقادة الهتف ليس رافضا لاستغلال طاقات الشباب في خدمة أهداف تسلطية فحسب، ولكنه أيضا جهد وكفاح للمحافظة على القيم المجتمعية والموروث الثقافي الوطني المتعافى. زمن زخدرو زمن زخدعي وكل زبسي تسعنا وبدي وشت يجنازس أنا اللي تقعي عدل وعرفتي ثم تعابتي عفوعي أبزحول شكر مخافلتي عبل لا تعبرو عديتي بزيتي عبل لا تعوعرو تامو عفرتي نحا يوم سنيني إحواتي عرفتي شقرقر شغل كل خيرو من عبلتي ويه ويه عندك غفيز عبود عاشقو سلام كليمو سلام هدعات خري بتصوم حريمو حقوقي عندك زقرا وحشن قراحي لوم بتنتناتي عبعدنا قدام شكر قرب واحنا برا تباراري زحاوها لسه زحافتها عن زهدها زرب السينكا يشكر بشكر يتفتحوا فتنكا عبصمصم سهراه يوصل يوكا عبتي قبات وحيد وعمل سليقوكا ويكمل عسقاويات قادو زرقبكا عبت شكال سياي إداقا وريدكا عقلكا كبوزين نبور حارمكا ويه ويه ويه
زمن زفترو زمن زخدعي وكل زقسي يسعنا وقتي وشتي جنازس أنا اللي زقعي عقل ورقتي ثم تعابتي عفوعي أبزحول شكر مخافلتي عقل لا تغرزو عديتي بزيتي عقل لا تاوعرو تاموافرتي تحيون سنيني إحواتي عرقتي شقرقر الشقل كل كوينو من عبرتي همزي حلف يلم على فايو شكر تاريخ كوين ونبر يجلب بين عبيد حوي حبتي بالحلنا يبربر الشقر حاوها كما يزي شقركا كما يزي تايكا سغينا يحابتها سقفا تعزب كما يورقكا صوت المنتدى. خدمة وطنية أم عبودية؟ الحلقة 3 والأخيرة. في الحلقة السابقة خلصنا إلى أن النزعة الاستحواذية لحكام أسمر أوصدت أبواب التطور أمام الشباب وعرقلت سير حياتهم الطبيعية، وجعلت جيلا كاملا يرزح تحت نير الرغبات المريضة لقادة نظام الفرد الاستبدادي. وبينا كيف استمر إسياس وزمرته تشغيل الشباب بالسخرة داخل البلاد وبيعهم كأيد عاملة في الخارج لجمع الأموال على حساب عرقهم وتعبهم. كما وقفنا على واقع العوز المعيشي والفقر والحاجة التي كانت سببا في بداية خطيرة لانهيار حزمة القيم وهددت الترابط الاجتماعي والأسري، وتحدثنا عن كيف أدى كل ذلك إلى أن يغامر الآباء بدفع أبنائهم للبحث عن مخارج محفوفة بالمخاطر. عليه فإن الرفض لما يعرف ببرنامج الخدمة الوطنية ليس موقفا لشباب متقاعس عن خدمة الوطن، بقدر ما هو موقف مجتمعي من مشروع تخريبي كبير. كما أن موقف الشباب الناشطين في مقاومة التجنيد الإلزامي والخدمة الإجبارية في إريتريا ليس موقفا معزولا تقوم به مجموعات شبابية مرفهة تعيش في الخارج كما يدعي النظام، بل هو موقف شباب كابدوا كل المشاق المذكورة أو أكثر حتى وصلوا لمواقع تمكنهم من إيصال صوتهم وصوت المقهورين. إذن فالمطالبة بوقف استعباد الشباب الإريتري هو تعبير عن موقف الأغلبية الصامتة والصامدة في الداخل أيضا.
في ظل السلطة المطلقة والغاشمة لعصابة الحزب الحاكم التي حللت كل شيء، برزت مؤشرات لضلوع بعض كبار المسؤولين في عمليات تهريب البضائع والأسلحة والبشر، وهم على صلة مع بعض المتورطين تورطا مباشرا في جرائم الإتجار بالبشر. وإذا تركنا الحديث عن المسؤولية القانونية والأخلاقية، فإن أدوارهما الخفية كافية لأن يشار إلى جريمة أخرى يرتكبها قادة النظام الحاكم بحق الشباب الإريتري. والغريب في الأمر أن نفس المسؤولين عن ذلك هم من أسهموا في ابتداع أساليب التنفير والتيئيس التي كانت تمارسها المجموعة الحاكمة. لذا يمكن الحديث عن مخطط متعدد الأوجه جعل الشباب الإريتري في موقع الأعداء وصوب كل الأسلحة نحوهم. هنالك سجون ومعتقلات لا تحصى ولا تعد، يقبع فيها شباب يفوق عددهم من هم في الخارج والداخل مجتمعين، يخضعون لأبشع أنواع التعذيب، بعضهم شلت أطرافه وفقد القدرة على المشي بفعل التعذيب وعدم السماح بالحركة والتكديس في عنابر تحت الأرض، وبعضهم يلاقي حتفه ويدفن كأي جيفة بلا احترام، حيث توجد مقابر كثيرة حول كل السجون المخصصة للإصلاح حسب ادعاء عصابة الجبهة الحاكمة وقادة آلتها العسكرية. ويوجد ضحايا مجهولين لم يسمع عنهم ذويهم، ناهيك عن منظمات حقوق الإنسان. إن مسألة استهداف الشباب الإريتري وضرب الروح الصدامية فيه وتحويله إلى أشلاء تبحث عن الحلول الفردية هي قضية مهمة وحيوية، يجب أن يتم التصدي لها بكل قوة، ويجب أن تجهض أجنة المشروع التخريبي الذي تبذر بذوره عن قصدنا الآن. فبعد أن نهبت الطغمة المتسلطة ثروات الوطن ومقدراته، تريد أن تفرقه ليس من المحتوى التاريخي والتراثي والثقافي فحسب، بل من سكانه أيضا. والجميع يعرف أنها ليست قضية مستجدة، فقد سبق أن تمت عرقلة برامج العودة الطوعية للاجئين الإريتريين من السودان، وأصبحت هنالك جموع من الشباب ولدت وشبت في معسكرات الشتات، واستمر وجودها هناك حتى اللحظة عرضة للنيل من إنسانيتهم أو الحط من كرامتهم. اتصالا مع ما سلف قوله أن النظام في أسمر سعى لتكريس سياسة التجهيل، لأنه يدرك أن المطالبة بالحريات تبدأ حين ينتهي الجهل، لكن لم تكن تلك السياسة دائما في مصلحة النظام، لأن النتيجة كانت زيادة للأوضاع المتهالكة التي تعيشها البلاد حاليا، نسبة لهشاشة مكونات النظام أصلا، وغياب الرؤية والتخطيط الاستراتيجي الذي يجعل ديمومة ضمان المصالح الوطنية ضمن حساباته، وانحصر في ركن يقوم على المزاج الخاص للحاكم الفرد. فخلق واقع شبابي متعافى يؤكد النجاح في القضية المركزية التي يشكل الانتصار فيها ضمان لمستقبل إريتريا. عليه يكون من أهم أولويات المرحلة الراهنة إحداث شروخ في الجدار المضروب على الحراك الشبابي، وإبطال محاولات النظام لتطويق الإرادة الشبابية في الداخل والخارج، وأن تدعم الجهود الشبابية المنادية بوقف الاستعباد والتشغيل بالسخرة، وإلا ستكون النتائج كارثية. هذا الموضوع ليس أقل أهمية من ضرورة إطلاق الحريات الأساسية والسياسية وحرية الرأي والتعبير والحقوق المدنية واستعادة علاقاتنا السوية بالأسرة الدولية. ينبغي أن تأخذ إريتريا مكانها بين الأمم عوضا عن كونها خميرة عكننة في المنطقة. يجب أن يطوق النظام داخليا وخارجيا عبر سلسلة مترابطة من الجهود الإعلامية والسياسية والدبلوماسية. لكل ما تم ذكره في الحلقات الثلاثة
ولتفاصيل أخرى لم يتم ذكرها لكنها متوفرة ومرصودة وموثقة، كان من الضروري واللازم تأكيد المساندة للأصوات الشبابية الرافضة والمقاومة للتجنيد الإجباري للشباب في إريتريا، وتجديد الإدانة لاستعباد الشباب الإريتري وتشغيله بالسخرة وحرمانه من حقوقه الأساسية والتلاعب بمصيره وعزله عن مسارات التطور والمواكبة، وإجباره على الخنوع أو البحث عن مخارج مهلكة. ونختم بالقول: إن مناهضة تلك الجريمة مسؤولية جماعية تقع على عاتق القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بكل أطيافها والناشطين في مجالات حقوق الإنسان. صوت المنتدى. تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى، كحب عابر وكوردة في الثلج تنسى. أنا للطريق، هناك من سبقت خطاه خطاي، من أملى رؤاه على رؤاي، هناك من نثر الكلام على سجيته ليعبر في الحكاية أو يضيء لمن سيأتي بعده أثرا غنائيا وجرسا. تنسى كأنك لم تكن شخصا ولا نصا وتنسى. أمشي على هدي البصيرة، ربما أعطي الحكاية سيرة شخصية، فالمفردات تقودني وأقودها، أنا شكلها وهي التجلي الحر. لكن قيل ما سأقول، يسبقني غد ماض، أنا ملك الصدى، لا عرش لي إلا الهوامش، فالطريق هو الطريقة. ربما نسي الأوائل وصف شيء ما لأوقظ فيه عاطفة وحسا. تنسى كأنك لم تكن خبرا ولا أثرا وتنسى. أنا للطريق، هناك من تمشي خطاه على خطاي، ومن سيسبقني إلى رؤياي، من سيقول شعرا في مديح حدائق المنفى أمام البيت، حرا من غد المقصود، من غيبي ومن دنياي، حرا من عبادة أمس، من فردوسي الأرضي، حرا من كناياتي ومن لغتي، فأشهد أنني حر وحي حين أنسى.
أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنة شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء. ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنة شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء. وسرت تشوه سحر الوجود وتبدر شوك الأساف رباه. رويدك لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح. حذار فتحت الرماد اللهيب ومن يبدر الشوك يجني الجراح. ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنة شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء. وسرت تشوه سحر الوجود وتبدر شوك الأساف رباه. رويدك لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح. حذار فتحت الرماد اللهيب ومن يبدر الشوك يجني الجراح. تأمل هنالك أن حصد رؤوس الورى وزهور الأمل. تأمل هنالك أن حصد رؤوس الورى وزهور الأمل. ورويت بالدم قلب التراب وأشربته الدمع حتى ثمل. تأمل هنالك أن حصد، تأمل هنالك أن حصد رؤوس الورى وزهور الأمل. ورويت بالدم قلب التراب، ورويت بالدم قلب التراب وأشربته الدمع حتى ثمل. سيجرفك السيل سيل الدماء ويأكلك العاصف المشتعل. سيجرفك السيل سيل الدماء ويأكلك العاصف المشتعل. ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنة شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء. وسرت تشوه سحر الوجود وتبدر شوك الأساف رباه. رويدك لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح. حذار فتحت الرماد اللهيب ومن يبدر الشوك يجني الجراح. ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار وفي مقدمتها أبرز العناوين: صدور أمر بوقف توزيع الوقود للمواطنين. سلطات الاستبداد تسوق العاملين في قطاع التعليم إلى معسكرات التدريب. وفيليبوس لا يستبعد اندلاع حرب بين إريتريا ودول الجوار. إلى تفاصيل النشرة.
أمرت وزارة الطاقة جميع أصحاب محطات الخدمة بوقف توزيع الوقود للمواطنين اعتبارا من يوم الاثنين 13 من يوليو الجاري، وذلك في خطوة إجرائية متكررة دون إبداء أسباب ودوافع القرار الذي فاقم من معاناة المواطنين في ظل قطوعات الكهرباء التي شارفت على الشهر الثاني منذ بدء حالة الإظلام التي عمت معظم أنحاء البلاد. ينتاب الآباء والأهالي القلق على مصير أبنائهم الطلاب بعد إعلان إدارة ثانوية ساوة في حفل تخرج الدفعة 28 الذي جرى صباح السبت 11 من يوليو عن أن عدد المتخرجين بلغ 11,000 طالب وطالبة، بينما سبق أن أعلنت ذات الإدارة العسكرية لمدرسة ساوة أن عدد الطلاب في المعسكر وصل إلى 11,900 طالب وطالبة، وكان ذلك بعد عزوف أولياء أمور الطلاب من إرسال أبنائهم وبناتهم إلى ساوة، مما حدا بالسلطات في ذلك الوقت إلى إجبار الطلاب على تنفيذ قرار الذهاب إلى ساوة، وهددت بإنزال عقوبات على الآباء المتسترين على أبنائهم المتخلفين عن الدفعة. هذا ويشير ناشطون في رصد جرائم النظام من الداخل بأنه إذا اعتمد العدد الذي أعلن عن تخرجه فهذا يعني أن هنالك ما يربو على 900 طالب وطالبة في عداد المفقودين، بناء على حوادث سبق رصدها في الدورات السابقة، وسيظل قلق ذوي الطلاب مستمرا إلى حين عودتهم بسلام. ساقت سلطات الاستبداد يوم أمس الثلاثاء 14 من يوليو تشكيلات قطاع المعلمين إلى معسكر قرقرة الواقع على طريق ترى إمني دقم حري، وذلك تنفيذا للقرار الملزم ونزولا للإقرارات التي أجبر العاملين في قطاع التعليم على توقيعها، والتي تقضي بأنهم سينتظمون في برنامج التدريب التنشيطي لما يعرف بالجيش الشعبي بمحض إرادتهم وكامل رغبتهم. وأفادت الأنباء الواردة من هناك أن إدارة المعسكر استقبلت الوافدين الجدد بخطاب متعال ركز على أن الهدف الأساسي من برنامج التدريب التنشيطي ليس فقط تأكيد الجاهزية كما ظل يردد من قبل رموز الهدف، بل تأكيدا للانضباط والانصياع للأوامر وتكريس الهيمنة. يذكر أنه على صلة بذلك وفي برنامج تخرج الدفعة الرابعة من برنامج تدريب التنشيطي للجيش الشعبي الإقليم الأوسط يوم الثلاثاء 7 من يوليو الجاري في معسكر قرقرة نفسه، تحدث الفريق فيليبوس ولد يوهنس قائد هيئة الأركان العسكرية مؤكدا مواصلتهم لبرنامج الجيش الشعبي وتنفيذ كل أنشطته التدريبية وكل المهام المتعلقة بتأمين المرافق والأحياء والقرى، ولن يستثنى أي شخص بما في ذلك النساء القادرات على حمل السلاح على حد قولي، مضيفا أن الجيش الشعبي سيقوم أيضا بكل المهام القتالية من أجل الحفاظ على سيادة الأراضي الإريترية في وجه أي خطر محتمل، وقال إن إريتريا مستهدفة من بعض دول الجوار والعالم الخارجي ولن يستبعد وقوع اشتباكات قريبا. نهاية النشرة. صوت المنتدى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير وإفطارا شهيا وصياما مقبولا.